الرحمن الرحيم. استاذ محمود مرشح لمنصب المركز الرد من قائمه استاذ سمير فضل ورفعت على موقع تردد القطامية. اهلا وسهلا بحضراتكم، فرصه سعيده جدا ان انا شرفت الماضي بحضراتكم. عايزين نتعرف على حضرتك. انا الاسم محمود علي محمود علي، الشهره محمود ابو سلام، نائب مدير البنك الاهلي ومدرب سباحه من النادي لمده اكثر من 10 سنوات، ولاعب باسم النادي، وربنا اكرمني وحصلت باسم النادي على العديد من البطولات الجمهوريه في السباحه، ونلت شرف تمثيل مصر على المستوى الدولي. تمام. اسباب دخول حضرتك من قائمه استاذ سمير فؤاد؟ الحقيقه احنا يمكن المجموعه بتاعتنا ليها هدف معين. طبعا احنا بنستكمل مسيره الساده المحترمين اعضاء مجالس الادارات السابقه، وان احنا جايين بفكر جديد. عايزين نبتدي بقى نطور في النادي، نرجع للمستوى الرياضي المتقدم اللي كان النادي عليه. تمام. يعني حضرتك احنا الفتره يمكن لحد عام 2000 كان عندنا ابطال في كل المجالات الرياضيه، والحقيقه برضه احنا يمكن لينا كمان اهداف جديده تتفق برضه مع المشاريع القوميه. يعني احنا مثلا من ضمن الحاجات ان احنا عايزين نعمل حضانه لابناء الساده اعضاء الجمعيه العموميه، عايزين نعمل جراس للسيارات اعضاء النادي بحيث ان هو ينمي موارد النادي. عايزين نعمل فندق ملحق به مول زائد كافيتيريا على اعلى مستوى، وقاعه او اكتر للسينما لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه. يعني زي ما هو الشعار بتاعنا بيتنا الكبير. هو ده شعار القائمه، بيتنا الكبير. لان فعلا النادي ده احنا اتربينا فيه من واحنا اطفال صغيرين جدا 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 جدا، وفضلنا احنا ما نعرفش يمكن غيره، وده الملجأ الوحيد والملاذ الوحيد لينا ولابنائنا. حضرتك شايف الانتخابات السنه دي ازاي؟ اعتقد انها قويه جدا جامده جدا. هل حضرتك شايف فرصه حضرتك في الفوز بمنصب العضويه كبيره؟ ده يرجع لثقه الساده اعضاء الجمعيه العموميه. حضرتك تقول لي ايه لاعضاء الجمعيه العموميه؟ انا كل اللي انا بس محتاجه من حضراتهم ان هم يدوا صوتهم. انا ما بقولش يديني او يدي فلان او علان، بس يدي للشخص اللي يستحق. الناس اللي خدمت النادي تمام، وحاول بقدر الامكان انها ترفع من شأن النادي. فكل اللي احنا محتاجينه ان هو صوت حضرتك امانه، ما تبصش لصديق او قريب او صاحب او اي شيء. للهدف البرنامج اللي معمول. تمام. يعني اعضاء الجمعيه تبص البرنامج اللي معمول، البرنامج الانتخابي اللي معمول من قبل الاعضاء. هو الموضوع كله خدمه. احنا دايما لما نيجي نبص السادة قلبه اول حاجه بندور عليها ايه؟ احنا خدنا الموضوع ده في المقام الاول. نمرة 2 السادة عنده نفسه، يعني لجنة الرحلات لازم يكون في حاجات افضل لتقديم خدمات افضل، لجنة الثقافة، المسابقات الثقافية اللي بقى في النادي، المسابقات الرياضية، يبقى عندنا الملاعب المؤهلة لتحقيق أبطال رياضيين، كذا نوع من أنواع الأنشطة فعلا النادي يفتقرها بأنه يعني دي حقيقة. بنشكر حضرتك على الحوار، وده فيه بإذن الله الحضرتك والقمة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا.